بصوا بقى يا بنات، الكريم اهو بصوا عمل معايا كريم حلو جدا. الكريم اللي هنعمله النهارده تقريبا كده لو مكوناته اتحطت في اي براند عالمي ثمنه هيعدي الالوفات. مش بس هيصغر بشرتك، كمان هيشدها وهيفتحها وهيخليها منوره. مكوناته كلها طبيعيه تقريبا مش بفلوس. لو انتوا اول مره تشوفوني انا الاء جمال، يلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. فيديو النهارده زي ما قلت لكم يا بنات هنعمل مع بعض كريم بمكونات طبيعيه. الكريم هيفتح بشرتنا وهيديها نضاره وهيشدها، وكمان هيخليكي زي ما تكوني صغرتي 10 سنين كده. ليه بقى انا بقول كده عن ثقه؟ لان المكونات اللي انا هتكلم بيها هي عباره عن مصدر كولاجين طبيعي. عملت ايه بقى هنا؟ انا امبارح جبت بذور الكتان. انتوا طبعا عارفين بذور الكتان واتكلمت عليها قبل كده في كذا فيديو قد ايه هي مصدر الكولاجين الطبيعي، وكمان فيها ماده بتطلع البروتين، الماده الملزقه كده. جبت معلقتين من بذور الكتان وحطيت عليهم معلقتين من الرز وعليهم كوبايه ميه، وخليتهم هما الاثنين يغلوا مع بعض وياخدوا ويدوا كده زي ما انتوا شايفين، وسبتهم بعد كده يتنقعوا لمده 24 ساعه لحد ما نزلوا الماده اللي موجوده فيهم دي، الماده الجيلاتينيه الموجوده. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ جبنا معلقتين من بذور الكتان على معلقتين من الرز المصري العادي بتاعنا، وخليناهم يغلوا مع بعض في كوبايه ميه. وبعد ما غلوا غطيتهم وسبتهم منقوعين مع بعض حوالي 24 ساعه. ما تكتروش عن 24 ساعه لان ممكن بعد كده يعمل ريحه تكون مش كويسه. حطيتهم الاثنين على بعض. طيب لو انت حابه كمان تجيبي لبان دكر وتحطيه معاهم هيديكي برده نتيجه حلوه جدا. وبعد كده هجيب اي زيت مرطب انا بشرتي متعوده عليه. انا هجيب زيت جوز الهند هحطه عليهم. لو انت بشرتك دهنيه جيبي زيت شجره الشاي الاخضر لان هو بيعمل ترطيب وبيموت الحبوب. لو انت محتاجه تفتيح تحت عينك لان الخلطه دي هتحطيها تحت عينك جيبي زيت اللوز الحلو هيديكي نضاره. لو انت بشرتك عاديه محتاجه ترطيب جيبي زيت جوز الهند، اي نوع انت عاوزاه. تمام الوصفه. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هجيب كده شاشه او قطنه او اي حاجه او طرحه عندك قديمه. انا عشان هنا في المركز ما لقيتش الشاشه الكبيره جبت البونيه بتاع الراس اللي العملاء بيلبسوه قبل ما اعمل جلسه التنظيف على طول. وبعد كده بقى هعمل ايه؟ هفضي الخلطه هنا اهو. ايوه بصوا شايفين اللي بينزل ده؟ وهفضل بقى اعصر فيها كده، هفضل اعصر بيها كده فتره. تمام لحد بقى ما تنزل كل الخليط بتاعها اهو. شايفين؟ تمام. طبعا الخليط ده بقى هو اللي احنا عاوزينه، الخليط ده اللي هيفرق معانا جدا في بشرتنا. هعمل ايه بقى؟ هاخد الخليط ده وهحط عليه معلقه من النشا. تمام وهحطه على النار وهفضل اقلب لحد ما الخليط يتماسك مع بعضه. بعد بقى ما حطيته على النار ورفعته عمل زي كريم كده متماسك، رحت جايه ماسكاه ونقلاه في علبه كريم عندي فاضيه. بصوا بقى يا بنات الكريم اهو بصوا عمل معايا كريم حلو جدا زي ما انتوا شايفين. الكريم ده بقى يا بنات زي ما قلت لكم هو اللي هيفتح بشرتكم وهيديكوا نضاره وهيشدوا بشرتكم وهيديكوا ترطيب. مكونات كلها طبيعيه. احنا حاطين رز وحاطين بذور كتان وحاطين كمان لبان دكر لو انت حابه مع حاجه او زيت للترطيب، فمع معلقه نشا. وكل الحاجات دي اصلا بتفتح البشره. زي ما قلت لكم اهم حاجه ان انتوا لما ترفعوا الخليط على النار مجرد ان هو يتماسك ويديكي زي التماسك او الخليط اللي انا ماسكاه ده تقومي طافيه عليه وتستني ان هو يبرد وحطيه في اي علبه كريم حطيه في التلاجة. هينفع معاكي لمده شهر. كل يوم قبل ما تنامي حطي الخليط ده على بشرتك وقولي لي النتيجه هتكون عامله ازاي. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو. مع السلامه.